يا مساء الفل. النهاردة معانا وصفة الشيش كباب أو كفتة الفراخ ومعاها رز أحمر. بنحاول نجدد كده على قد ما نقدر بحاجات بسيطة، منتجات في البيت. دلوقتي أنا جبت تقريبا نص صدور فراخ واتفرمت جامد، وبعد كده جبت بصلاية وفلفلة حمرا وابتديت ان انا اصفيهم من المية كويس. دي المية اللي نزلت منها هركنها على جنب، وبعد كده هحط البصلة بالفلفل، واقطع عليها بقدونس، واحط معلقة دقيق. البهارات بتاعتي بقى ملح وفلفل وبابريكا مدخنة او بابريكا عادية زي ما انتوا عايزين. وهبتدي ان انا الم بقى الخليط بتاعي كده كويس. نخلي بالنا علشان الكفتة ما تفكش مننا. ده بقى شكلها. علشان الكفته ما تفكش مننا، طبعا صدور الفراخ ما فيهاش، هي كلها مخليه ما فيهاش دهن. لو انت عندك حته دهن بتاعه لحمه او حاجه، تمام حطيها. ما عندكيش ممكن تزودي معلقه سمنه. دلوقتي هنعمل الرز الاحمر. انا جبت بصلايه وحبه زيت. البصلايه مقطعاها رفيع كده، مش عايزاها مفرومه، عايزاها تكون باينه البصلايه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده. معلش بس البخار جه في الكاميرا. بعد كده حطيت معلقه صلصه ومعلقتين كاتشب، وابتديت ان انا انزل الرز بتاعي واديله تقليبه بملح بس. يعني انا حطيت ملح، عايزه انت بقى تزودي بابريكا تزودي حاجه. تمام. في الوقت اللي انا عملت فيه الرز كنت سايبه صبعت الكفته، وسبت الكفته تتشمع معايا شويه في التلاجة علشان ما تفكش مني. ممكن تحطي زيت في الصينية وبعد كده تحطيها الفرن او تسويها على طاسة من فوق. دي المية بتاعتي. هحط فيها معلقة صلصة، وبعد كده هحط فيها معلقة تقريبا كاتشب، بعد كده معلقة مستردة، وهبهرها بقى بملح وفلفل. مش عايزة تبهريها وتخليها كده تمام. ابتديت ان انا اقلبهم، وكل شوية هسقي الفراخ بيهم، واللي هيتبقى مني هخليه على جنب كصوص. هحطه على الاكل. هقلب الصوص معايا كده. عندك بقى هوت صوص ولا حاجة حطيه. طبعا انا مش بحطه علشان الشيف بتاعنا صغنن، علشان لسه مش متعود على الشطة، والشطة غلط عليه طبعا، لكن انا بعشق الشطة. هيبقى معانا قوامه كده صوص عادي يعني. انا زودت شويه مستردة. لو انتوا مش عندكم مستردة اصلا براحتك، ممكن تعمليها بتومه وحبه صلصه على حبه كاتشب، وتملحيها ملح وفلفل، وهتبقى زي الفل معاكي. تعصري عليها ليمونه هتبقى زي الفل. دلوقتي انا طلعت معايا بقى الرز مفلفل كده وجميل. هو مش باين لونه، هو لونه مدي على احمر شويه. احنا بنحاول بس نغير من الاكل التقليدي بتاعنا. او يا اما جبت العيش اللي هو العيش الشامي دوت اللي بيتقال عليه العيش الشامي، وحطيت بقى الصوص وحطيت عليه الفراخ. لكن مطلق الحرية في انك تاكليها بقى في سندوتشات فين، وتعمليها لهم كده بالليل كعشوة سهلة وبسيطة، او كفكرة غدا. لكن مطلق الحرية في انك تاكليها براحتك. ممكن تعمليها مع مكرونة بالصوص الاحمر كنا عاملينها، او مكرونة بالصوص الابيض هعملها لكم قريب. استنوني في وصفات تانية. ما تنسوش سبسكرايب وكومنتات. باي باي.